السلام عليكم. وصفتنا النهاردة بانيه مشوي بدون فرن. هنعمله بطريقة بسيطة وسريعة التحضير، مش هتاخد منك وقت خالص، وكمان صحية تنفع للدايت. ممكن بقى نبعد شوية عن البانيه المقلي والكريسبي والكلام ده، وكمان وصفة سهلة التحضير، وممكن نقدم معاها رز بسمتي اصفر او رز مصري بطريقة الرز البسمتي. هنبتدي كده بسم الله ونعمل الطريقة بتاعتنا او التتبيلة بتاعتنا. معايا بصلة متوسطة، وكمان قرن فلفل صغير وطماطمية وسط. هحطهم في الخلاط، وكمان هحط عليهم حوالي ربع كوباية من المية، وهضربهم ضرب ناعم خالص. تمام. ممكن تضربيهم في الكبة وتصفيهم، بس انا عايزة يعني مش حابة اضربهم في الكبة، عايزة اضربهم في الخلاط. زي ما انتم شايفين كده التتبيلة تقيلة شوية. تمام، بس ما فيهاش اي حاجة تكتلات. حطيت عليها شوية مية. هبتدي بحط بقى التوابل: ملح وفلفل اسود، ورشة من البابريكا، ورشة من الجنزبيل، وكمان رشة بسيطة من الثوم والبصل البودر. حطيت كمان كاري وكركم. ممكن تحطي بهارات فراخ جاهزة او 7 بهارات، البهارات اللي انتي حباها ضيفيها. وكمان هعصر عليها ليمونة. حابة تضيفي خل برضو، ده راجع ليكي. حابة تضيفي برضو ربع كوباية من اللبن ضيفي، بس انا ما كانش متوفر عندي. وكمان التتبيلة دي كويسة يعني ويعني ومتوفرة. هبتدي اخفف التتبيلة شوية. أنا مش عايزاها تقيلة قوي ولا مية خالص. هبتدي اجيب شرايح البانيه بتاعتي. طبعا انا لما جبت البانيه طلع رقيق جدا، بس برضو ولا يهمنا، عادي مش مشكلة، هيطلع طري برضو يا بنات. هبتدي كده احطه في التتبيلة واغطيه واسيبه حوالي ساعتين 3. ولو انا هسيبه على الرخامة علشان ساعتين 3 وانا مستعجلة عليه. طبعا انتي لو هتبيتيه في التتبيلة يفضل اكيد تحطيه في التلاجة. هغطيه واركنه ونرجع تاني. هحط طاسة كبيرة على النار او صينية كبيرة، احط فيها معلقة من السمن ومعلقة كمان من الزيت النباتي. اول ما الزيت والسمن يسيحوا ويسخنوا جدا 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 زي ما انتم شايفين، حطيت قطعة من البانيه. بس ما بين كل قطعة والتانية هستنى حوالي 30 ثانية او نص دقيقة قبل ما احط القطعة التانية، علشان الزيت بتاعي ما يبردش. تمام. اول ما احس ان اول قطعة او القطعة الاولانية اللي انا ضفتها ابتدت تاخد لون من تحت، هبتدي اقلبها واحدة واحدة، ما اقلبهمش كلهم. نرجع تاني نقول انا حطيت معلقة من السمن ومعلقة من الزيت. ما تكتريش، احنا مش بنقلي، احنا بنشوحه بس او بنشويه. ما بين كل قطعة والتانية نحاول نسيب فراغ بسيط. وكمان نقلب حوالي يعني كل دقيقة ونص، كل دقيقة. مش هتاخد اكتر من 7 دقايق كل قطعة. شايفين؟ طرية جدا جدا جدا. وقبل ما احط دور تاني يا بنات لازم امسح الصينية كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده قطعة البانيه بتاعتي طرية جدا جدا جدا، مش ناشفة بالرغم من انها رقيقة. شايفين؟ بجد لذيذة وما بتاخدش وقت خالص وجوسي. ممكن كمان نعمل لها صوص، بس هي كده حلوة قوي. كمان عملت معاها يا بنات رز مصري بطريقة الرز البسمتي او رز مصري مبهر بطريقة سهلة وسريعة جدا. ممكن نعمل جنبها مكرونة زي ما انتوا حابين. شكله بجد تحفة وسريع ومن غير فرن. ممكن برضو تحطي الطريقة دي في الفرن. اتمنى لو عجبك فيديو النهاردة متنسيش تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.